السلام عليكم ورحمة الله. وصفتنا لليوم هي أصابع شوفان بطريقة كلش سهلة، وصفة مليانة فيتامينات وطاقة، من الوصفات الصحية اللي كلش طيبة وأنصحكم تجربوها. بس بالبداية إذا أول مرة تشوفون قناتي اشتركوا بالقناة، سووا لايك للفيديو حتى كل ما أنزل فيديو جديد يوصلكم أول بأول إن شاء الله. بالبداية راح نبدي بالمكونات. راح أضيف كوب من الشوفان الحبة الكاملة، نصف كوب من اللوز المقشر الني، ربع كوب من بذور عباد الشمس. ممكن تستبدلوها بأي نوع مكسرات انتو حابيها. راح أوزعها بصينية الشواء. لا، راح أخلي ورق زبدة وأدخلها الفرن على درجة حرارة 200 من أعلى وأسفل، طلة تقريبا 5 دقائق. راقبوها باستمرار حتى لا تحترق، أنا حمصتها شوية زايد. بعدها راح أخليها بكاسة. هضيف 3/4 الكوب من التمر. ممكن تستبدلوها وتخليه نصف كوب من العسل حسب المتوفر عندكم. راح أضيف ملعقة صغيرة من الهيل، هذا شي اختياري، ممكن تنكهوها بقرفة أو أي شي تاني انتو حابين. بعدها راح أحاول أخلط المكونات مثل ما تشوفون بالفيديو، التمر مع المكسرات. بعدها راح أوزعها على صينية خالية من الأسفل ورق زبدة حتى يسهل عندي من إخراجها، وأوزعها بالتساوي وأفردها مثل ما تشوفون بالفيديو. دخلتها الثلاجة مدة 3 ساعات، لكن غلقتها كل سنين حتى لا تصير المكسرات نية وتحافظ على قرمشتها. بعدها حاولت أقطعها شلون ما نشتريها بصورة مستطيلة وتقدم. طريقة كلش سهلة، هاي من أكثر الوصفات القابلة للتلاعب. ممكن تستبدلوها، ممكن تخلون بندق أو جوز أو لوز، جوز الهند، مبروش، سمسم، أي شي انتو حابين ممكن تتلاعبون بيها. ممكن تستبدلون التمر بالعسل، لكن كانت وصفة كلش طيبة بالتمر، أكيد راح تعجبكم إذا جربتوها. وكلش مهم بعد ما تجربون هاي الوصفة تخلوها بحافظة مغلقة أو محكمة الإغلاق حتى تظل محافظة على قرمشتها وما تكون نية. أتمنى عجبتكم وصفة اليوم، استفاديتوا منها. وإذا استفاديتوا منها لا تنسون تشتركون بالقناة، سوون لايك لهذا الفيديو حتى كل ما أنزل فيديو جديد يوصلكم أول بأول إن شاء الله. مع السلامة.